اقسم بالله وملكوا عليا يمين ان الفيديو مش مبين اصلا الرسومات كمان اللي انا عاملاها، برغم انها عشوائي مش مبين الروعه والجمال والحلاوه بتاعتها. طبعا اللي مش حابه الصوص اللي انا عملته ده او الكريمه اللي عملتها ديت كريم شانتيه على كاكاو، اي صوص تحبه، كريم شانتيه لوحده، صوص فراوله، صوص شوكولاته، اللي تحبوه، صوص كراميل، اللي تحبوه طبعا، اللي تحبوه اعملوه، وطعمها في منتهى الجمال. دوقتوا حته صغننه دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه ونبتدي بالسيرب. هنحط كوبايه وتلت، اقل من كوبايه ونص سكر، وكوبايتين من الميه. انا مش عايزاها تقيله قوي ولا خفيفه قوي، مظبوط. واللي حباها متوسط ولا تقيل ولا خفيف يبقى كوبايتين ميه وكوبايتين سكر. بس خلي بالكم لو عامله كيلو كنافه حط كوبايتين ميه وكوبايتين سكر. نص كيلو احنا بس خايفين على صحتنا، مش شرط انها تبقى غرقانه شربات ونجري على الدكاتره، سواء سمنه سواء سكر. انا بالنسبه لي قصدي ان انا اعملها سكر ما يبقاش كتير، ولا ده سمنه، هي بتعوز سمنه كتير نصفيها في الاخر حتى لو اضطرت انها تاخد سمنه كتير. هاخد الشربات على النار. هنعمل مع بعض الكريمه. لو انت خايفه تكتل منك تقدري تعمليها على البارد. اقول لك على البارد ازاي. معايا معلقه ونص من النشا الذره او الكورن فلاور، ومعلقه ونص من الدقيق. دي الحشوه. طبعا حبيتي تقللي او تزودي ده حاجه بتاعتك انت على حسب صينيتك او اللي هتكملي تعمليها. ومعلقه من السمنه البلدي اللي محولينها البلدي. انا عملت سمنه بلد تانية غير نزلتها، يعني كمان اروع من اللي اتعملت، لان دي كانت زبده وديت معظمها سمنه. دي تلات ارباعها سمنه اللي انا عملتها، فالحته جميله، معجنات وحلويات وكل حاجه بعون الله. ازاي تعملها على البارد لو خايفه الكريمه تتكتل منك؟ دي بس يا دوب بتاخد ايه، مش بشاميل ده طبعا، دي بتاخد بس كده يا دوب تشويحه بس للحاجه دقيقه كده وخلاص. هنضيف عليها السكر واللبن. معايا حوالي نص كيلو من اللبن هنا اهو، او لو ما عندكيش غير كوبايه واحده مفيش مشكله تنفع برضو. عليها فانيليا، نقطتين فانيليا سايله او اي فانيليا عندك، وعليها 3 معالق من السكر او معلقتين على حسب ما بتحبي السكر. وهنشوف هنستخدم كل الكميه ولا هنعمل كل اللي هنعوزه بس ايه نص الكميه. على البارد ازاي؟ على البارد تقدري النشا واللبن، النشا مع اللبن مع السكر مع الفانيليا مع كله تقلبيه مع الدقيق مع كله كده، تقدري تقلبيه في قلب الحاجه اللي معاكي، سواء في كسرونه او في لبانه او في اي او في كوبايه كبيره. طبعا الكوبايه مش هتاخد الكميه دي، في حاجه اي حاجه واسعه. تقلبيه كل بعضه كده على الني على البارد كده، وبعدين تضيفيه على النار وتقلبي زي الصلصه البيضاء، زي البشاميل اللي هو الايه الابيض اللي احنا ما بنحبش ندخل فيه دسم، علشان في ناس ما تبقاش خبره قوي في البشاميل فبكتل معاها وكلكع معاها نفس الوضع. ففي الطريقه اللي انا بعملها دي والطريقه الثانيه. وفي حاجه ثانيه كمان، لو حطيتي بضايه ومكان السمنه اللي معلقه السمنه دي تحط مثلا مكعب زبده او معلقتين زبده كده صفرة وبضايه، وتقلبي مع الحاجه اللي بعملها دي. طبعا السمنه هتبقى ساعتها مش موجوده، دي مكان الزبده. هتطلعيها تبقى كريمه باستري، مش مجرد كريمه وبس، تحوليها كريمه باستري. صفار بيض بس لو حبيتي، لو مش البيضه كلها او البيضه كلها على حسب. فين حبايبنا المضرب بقى، ولا تكتلات ولا اي حاجه. واللي تحبوا برضو انها تخليها تقيله سنه ممكن تحط كوبايه وربع من اللبن او كوبايه ونص. انا بالنسبه لي على ما اعمل الكنافه بالسمنه هتكون مسكت نفسها عن كده. وبالنسبه للشربات عشان ما ننساش برضو، انا البتاعه تايهه مني دلوقتي اللي هي عارفين الفرشه بتاعت الحلويات، وتروحوا داخلين ماسكين الحله كده بالجناب كده 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 بالظبط، يعني قصدي كده 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 لفيها حوالين الحله كلها مبلوله ميه. الحركه دي تمنع ان الشربات انه يسكر منك.
اول مره اقلب الشربات دلوقتي. احط عليها عصره ليمونه وخلاص كده، ورشه من فانيليا لو حبيت تديها ريحه بس. وادي خلاص الكريمه خلصت. اللي مش حابه ريحه الفانيليا ممكن عود قرفه. العود كبير يا جماعه. طب ماشي بلاش عود قرفه، ان شاء الله ربع عود قرفه، لان القرفه ما شاء الله ما شاء الله لها ريحه نفاذه جامده قوي. قرنفل، اللي مش عايز قرفه قرنفل. شريحه برتقال، طرنشة ولا طرنشتين برتقال، اي حاجه تحب تضيفها للشربات ضيفيها. اي منكهات. شايفين يا حبايبنا انا كل اللي حطيته 4 معالق من السمنه، و3 4 معالق ومعلقتين 3 من الزبده. انا خايفه من الحاجات دي عشان انا تعبانه اصلا، ومش خايفه اولادي يتعبوا برضه، مش هقدر ازود. ولو زودت مش هزود اكتر من معلقه ولا معلقتين تاني. وبعد ما تستوي هصفيهم. انا ممكن احط كوبايه سمنه كامله، هصفيهم بعد ما تستوي من الصينيه او من الطاسه اللي هعمل فيها، عشان احنا خايفين على نفسنا مش اكتر والله، مش بخل ولا حاجه. وبرضه بتحبوا اعملوا اللي شايف نفسه ان هو ما عندوش اي حاجه تعباه ومش خايف من اي حاجه، خلاص يزود الكميه اللي هو عايز عادي. خلي بالكم انا مسكتها، انا مجهزاها. في افكار كتير قوي من الكنافه، خلي بالكم. كنافه القرطاز، كنافه الرول كنافه، كذا طريقه لعمل الكنافه. بس انا لما لقيتها جايه كده ماسكه ببعضها وفيها حتت مع حتت لازقه ببعضها كتير، كانوا بيحطوها وهي سخنه على بعضها ولا ايه؟ لسه عايزه شويه سمنه برضو تاني، بس اللي تحت كلها غرقانه اهي. فعملتها عادي، قلت اما اعملها عادي بتاعت الطاسه. انا السنه اللي فاتت عملتها لكم بتاعت الطاسه عادي، سواء في الفرن سواء على البوتاجاز من فوق، الاثنين فكره واحده، الاثنين احلى من بعض. المهم نفسنا في الاكل. ضيفي حبك على عمايل الاكل، اي اكل حلويات او حوادق او اي نوع بتعمليه، ايا كان اللي بتعمليه هتطلعي اكل احسن من اي محل ولا مطعم ولا فندق. اي شيف بيعملوا فيه هتطلعي حاجه دي عاملاها انت بايديكي وضايفه وحاطه حبك فيها، فهتطلع احلى اكل، احلى من الجاهز كمان بعون الله. لا مش ناقصه كتير ولا حاجه، كويسه. وبايديكي بقى بغطا بطبق، بغطا اضغطي يا بايديكي يا بغطا يا بطبق علشان تكبسيها كويس جدا. في بالمناسبه في نوع كنافه تاني احنا بنضربه في الكبه، بنفرمه في الكبه او بنقطعه بالسكينه تقطيع صغير خالص كده، ده برضه بيدي نتيجه حلوه وحاجه كده يعني اروع نوع كنافه. بس خلي بالك ممكن واحده تكون لسه اول مره تعمله وتبوظ منها. طب تضيف ايه عشان ما تبص منها؟ التكات والتفاصيل دي مش ببلاش يا حبايبنا. لايك وشير طيب، فضلا وليس امرا. تحط ايه؟ ممكن تحط مثلا معلقتين من الشربات او من عسل الجلوكوز، معلقه او معلقتين من عسل الجلوكوز تمسك لها الاصل، تبقى خلاص مخلياها اكنها عامله زي حب الرز، مفيش متقطعه خالص، مفرومه، كنافه مفرومه. ولو واللي تحب تحط عليها بقى الوان براحتها، انت عايزه تعمل كنافه خضراء حمراء براحتها او لونها العادي. المهم تخلي في حاجه تمسكها، سواء معلقه نشا سواء عسل جلوكوز معلقتين من الشربات كده او ميه بسكر. المهم الشربات الخفيف يبقى افضل. تطلع حاجه بقى يعني كنافه جميله جدا. والحشو دي حاجه بتاعتك انت، الحشو ده حاجه بتاعتك انت وبس، انت اللي تحددي هتحشي ايه. كريمه باستري او كريمه اللي انا عاملاها ديت، او موز او مكسرات او مانجا، ايا كان الفاكهه اللي بتحبيها والحاجه اللي عندك الموجود اعملي بيه. انا بالنسبه لي ولادي، وخلي بالكم انا كمان ال3 معالق اللي عملتهم معلقه ونص من النشا ومعلقه ونص من الدقيق هيطلعوا زياده، عشان انا صينيتي انا جايبه نص كيلو هيتبقى كمان. مفيش داعي ان احنا نطلع بره الحروف عشان لسه هنضغط بقيه الكنافه، عشان بس ما تتحرقش من الجناب، فسبت شويه. عندي ولادي بقى الحاجات دي بيحبوها قوي، يعني الكريمه اللي بقى ريحه بنتي فورا ولا ابني هياكلوها. ريحه الفانيليا حلوه فيها، شرايح الموز جميله. عندك كنافه متخزنه، قصدي مانجا متخزنه او شرايح مانجا اللي عندها مانجا فريش الموجود يعني، تبقى بقى تحفه في الكنافه.
يا سلام عليها، تخلي تنقلك توديلك الكنافه دي في حته تانيه خالص، سواء شرائح الموز سواء المانجا، الحاجتين الاتنين دول اكتر حاجه. خلي بالكوا هي كده مش ناقصه برضه، 100 100. بس ولا الصينيه هينزل فيها كتير، ولا هتبقى مثلا كل حته فيها هتبلت بالسمنه. شايفين ايديا بتلمع ازاي؟ عرفت كده خلاص انها مش محتاجه ان انا ازود عليها تاني. انا ما عنديش طبعا طاسه حجم كبير، وده اللي خلاني هعملها في الصينيه وبرده على البوتاجاز، وبرده لما احب اقلبها هيبقى في الطاسه برده. وانت بتعملي بقى الطبقه الفوقانيه دي، لما تبقى حاشيه كريمه، اما تبقى حاشيه فاكهه وحب تدوسي زياده شويه مش مشكله، لكن او مكسرات عادي دوسي زي ما انت عايزه، وخصوصا لو مكسرات. لكن لما تبقى حاشيه كريمه ولسه الكريمه طازه حالا، ما تركنتش كتير ولا حاجه، هم 5 دقايق ولا 10 دقايق على ما يدي، ما تدوسيش جامد من فوق بقى. حاولي بس تسوي الحاجه كده وضغطه بسيطه، وتضغطي من الجناب على اساس ان الحاجه ما تخرجش من الجناب اصلا. بصوا شايفينها شايفينها ولا لا؟ اهي على اساس ما تخرجش بس اهي، ومن فوق ضغطه بسيطه كده بحنيه بالراحه كده، ونبتدي بقى نشتغل فيها، نسوي فيها. حط الشياطه تحتها لو عندك شياطه. انتوا شايفين قلبتها في الطاسه اهي، وبرضه حطيتها في الصينيه. ادي وش لها، وشها اهي. لا الحته دي كانت حته شويه كريمه نزلوا، والوش التاني انتوا شفتوه. خلي بالكم بوتاجازكم برضه السيرب بقى، سيرب بارد على كنافه سخنه زي البسبوسه، ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين. خلي بالكم انا حطيت حوالي معلقه من معلقه او معلقتين من العسل الابيض او الجلوكوز الموجود عندك، وربع معلقه من السمنه او نص معلقه، تديكي لمعه للشربات جميله. الناحيه التانيه افتح، بس اللقيت دي جميله برضو. واسقيها بقى ونركنها شويه، هركنها شويه بعدين هنرجع نزوقها زي ما احنا عايزين من فوق. قلبتها على الناحيه التانيه عشان تشرب شربات يا حبايبنا. بردت تماما طبعا. زوقها باللي تحبيه بقى، مكسرات، صوص شوكولاته، فراوله، صوص فراوله او قطع فراوله زي ما انتوا عايزين طبعا. اللي انا عاملاه ده طبعا انا ما صورتوش، كان عندي معلقتين من الكريم شانتيه اللي هو مش الخام كمان اللي هو بسكر، وكان عندي معلقه كاكاو بالظبط، بس معلقه الكاكاو دي كانت كاكاو خام، وطبعا لون الكاكاو غلب على الكريم شانتيه، بس لون جميل، لون فاتح. وطبعا اللي تحبيه يعمل ايه، طبعا اللي تحبوه يعمل ايه يا حبايبنا. المهم ان احنا عاملين حاجه ناجحه وجميله. وممكن برضو في شويه منهم كده، دي شكل اللي احنا عايزينه عشوائي بقى كده. اللي معايا ده عارفين قرطاس الفشار، كيس تلاجة، كيس حلواني، اللي موجود عندك اعملي بيه، طلعي احلى حاجه من تحت ايديكي، ولا اجدع حلواني بعون الله. داير كده برضه على الحروف. شايفين المنظر كده بقى؟ يعني كده ايه، بتكاليف بسيطه، معلقه كاكاو ومعلقه خام من كريم شانتيه، او مثلا معلقتين بسكر اللي هم كريم شانتيه بسكر، ولا لبن ولا حاجه. حطيت معلقتين لبن بودر. لا كشري يا حبايبنا، كل سنه وانتم طيبين. حطيت لنا معلقتين لبن بودر عشان كنت حاطه ميه حوالي ربع كوبايه، ما زودتش. والكريم شانتيه كان فيه سكر. لو لقيتيه ناقص شويه وعندك معلقه سيرب باقيه ولا معلقتين، خلاص تقدر تحطي عليها، مش شرط سكر يعني غير اللي في الكريم شانتيه وسكر مخصوص يعني.
الرسومات اللي عليها مش باينه، الفيديو اصلا مش مبينها. كل سنه وانتم طيبين. من احلى انواع الحلويات اللي بحبها الكنافه.